اسمي نادين، عندي 22 سنة وبدرس في السنة الثالثة في الكلية. طول عمري كنت أصغر واحدة في البيت، وده خلاني دايما محاطة بحب واهتمام زيادة شوية. بابا وماما ناس بسيطين جدا، موظفين عاديين، لكن عمرهم ما قصروا في حقنا، وكانوا دايما بيحاولوا يوفروا لنا حياة مستقرة. إخواتي الكبار كانوا دايما قدوة. الاتنين الكبار اشتغلوا بدري واتجوزوا وبقوا مسؤولين عن بيوت وعائلات، ومع ذلك منسوش بيتنا، وكانوا دايما بييجوا يزورونا ويطمنوا علينا. لكن أخويا الثالث حسام كان مختلف. من واحنا صغيرين وهو مصدر قلق مستمر، مشاكل، أصحاب غريبين، ناس بتيجي تشتكي منه. كل ده كان بيضغط على أهلي بشكل كبير. بابا حاول معاه بكل الطرق، من الشدة للحرمان، لكن مفيش حاجة كانت بتجيب نتيجة. لما دخل الجيش حسينا إن يمكن دي فرصة إنه يتغير أو على الأقل يهدى شوية. أما أنا فكنت عايشة حياتي بشكل طبيعي جدا، لحد ما جارنا اللي كنت بحبه من فترة تقدم لي. الموضوع حصل بسرعة واتخطبنا فترة قصيرة، وبعدها اتجوزنا. كنت فاكرة إن دي بداية حياة جديدة، حياة هادية ومستقرة زي ما كنت بحلم. لكن في حاجة واحدة ما كانتش سهلة. حماتي كان عندها ابن واحد بس، جوزي، وده خلاها متمسكة جدا إنه يعيش معاها في نفس الشقة. في الأول وافقت وقلت لنفسي فترة مؤقتة وهتعدي، خصوصا إني كنت مصممة أكمل دراستي بعد الجواز. وفعلا حاولت أوازن بين بيتي ودراستي، وكنت مبسوطة رغم التعب. لكن بعد شهور قليلة كل حاجة بدأت تتغير. في البداية الموضوع كان مجرد كلام عادي عن الحمل، فضول طبيعي، أسئلة بسيطة. لكن مع الوقت الكلام ده تحول لضغط حقيقي. حماتي بدأت تصر إني أروح لدكتور هي بتعرفه. كنت متوترة، بس ما كنتش متوقعة إن زيارة واحدة ممكن تقلب حياتي كلها. الدكتور طلب تحاليل كتير، وبعدها قال كلام عمري ما كنت مستعدة أسمعه. قال إن عندي مشكلة من الولادة، وإن فرص الحمل عندي ضعيفة جدا، شبه مستحيلة. في اللحظة دي حسيت إن الأرض بتسحب من تحت رجلي. رفضت أصدق، رحت لأكتر من دكتور، كررت نفس الفحوصات، لكن النتيجة كانت واحدة، نفس الكلام، نفس الصدمة. بس الحقيقة المؤلمة ما كانتش في التشخيص نفسه، كانت في رد الفعل. حماتي ما استنتش لحظة، وقفت قدام جوزي وقالت له بكل وضوح لازم تطلقها، وكأنها كانت مستنية اللحظة دي من البداية. جوزي ما اعترضش، كان دايما متعود يسمع كلامها، وده خلاني أحس إني لوحدي في مواجهة القرار. وفي خلال وقت قصير حياتي كلها اتكسرت. اتطلقت ورجعت بيت أهلي. رجعت وأنا مش بس حزينة، كنت حاسة إني خسرت جزء كبير مني. مش بس جواز فشل، لكن كمان حلم الأمومة اللي كنت شايفاه بسيط طلع مستحيل. كنت بسأل نفسي كل يوم، ليه أنا؟ لكن أهلي كانوا جنبي. ماما وبابا حاولوا يخففوا عني، وقالوا إن ربنا لما بيمنع حاجة بيكون وراها حكمة. بدأت أحاول أقف على رجلي من جديد. رجعت لدراستي وحاولت أركز في مستقبلي. كنت فاكرة إن أسوأ مرحلة عدت، لكن ما كنتش أعرف إن اللي جاي هيكون أصعب بكتير، خصوصاً لما الشخص اللي المفروض يكون أمان يتحول لسبب الخوف الحقيقي. يا ترى إيه اللي هيحصل لما حسام يرجع البيت تاني؟ وهل فعلاً الخطر هيجي من جوه البيت نفسه؟ بعد ما رجعت أعيش مع أهلي حاولت أبدأ من جديد. كنت أقنع نفسي إن اللي حصل مجرد صفحة واتقفلت، وإن لازم أركز في مستقبلي ودراستي. فعلاً بقيت أقضي معظم وقتي في المذاكرة، أحاول أعوض اللي فات وأثبت لنفسي إني لسه قادرة أقف تاني. في الفترة دي البيت كان هادي نسبياً، حسام كان لسه في الجيش، وده خلاني أحس براحة مؤقتة. وجود ماما وبابا جنبي كان بيديني إحساس بالأمان، وكنت متمسكة بالإحساس ده بكل قوتي. لكن أول ما حسام بدأ ينزل أجازات كل حاجة بدأت تتغير، بس بشكل تدريجي. في الأول ما خدتش بالي، طريقته معايا كانت مختلفة شوية، لكن قلت لنفسي يمكن ده طبيعي، يمكن كبر أو بقى أهدى. كان بيتكلم بهدوء زيادة عن اللزوم، ونظراته بقت أطول من الطبيعي، كأنه بيحاول يقول حاجة من غير كلام. كنت بحاول أقنع نفسي إن ده مجرد إحساس غلط، لكن الحقيقة إني كنت بتهرب. بدأت أتجنب أي موقف ممكن يجمعني بيه لوحدنا،
ولو حصل كنت بتعامل رسمي جدا وكأني في حاجز واضح بيني وبينه. يمكن كنت بحاول أحمي نفسي، أو يمكن كنت خايفة أواجه فكرة إني ممكن أكون فاهمة صح. مع الوقت التصرفات دي ما اختفتش، بالعكس بقت أوضح. بقيت أحس بعدم راحة في وجوده، حتى لو ما عملش حاجة مباشرة. مجرد وجوده في نفس المكان كان كفيل يخليني متوترة. إحساس غريب، كأني في حاجة غلط، حاجة مش مفهومة لكن موجودة. بدأت أسأل نفسي، هو أنا بتخيل ولا في حاجة فعلا؟ المشكلة إني ما كنتش قادرة أحكي لحد. مين ممكن يصدق إن أخ ممكن يفكر بالطريقة دي؟ وحتى لو حد صدق، إيه اللي ممكن يحصل بعد كده؟ كنت خايفة من ردود الفعل أكتر من الموقف نفسه. بابا قلبه تعبان، وماما ضغطها عالي، أي صدمة ممكن تأثر عليهم بشكل كبير. وإخواتي الكبار لو عرفوا، الموضوع ممكن يتحول لكارثة ومواجهة عنيفة أنا مش مستعدة لها. كنت عايشة في صراع داخلي مرهق، أوقات أقول لنفسي إني مكبرة الموضوع، وأوقات تانية أحس إن تجاهلي هو اللي بيسمح له يتمادى. لكن اللي حصل بعد كده خلاني أتأكد إن إحساسي ما كانش وهم. في مرة كنا قاعدين كلنا في الصالة بشكل عادي جدا، ماما بتتكلم، بابا بيتفرج على التلفزيون، وكل حاجة طبيعية. حسام كان ساكت، لكن كل شوية كان يبصلي بنظرات غريبة. النظرات دي كانت مختلفة، مش مريحة، كأني فيها رسالة أنا مش عايزة أفهمها. ما استحملتش، قمت بسرعة وقلت إني عندي مذاكرة، ودخلت أوضتي وقفلت الباب. ومن اليوم ده بدأت أحط حدود أوضح. ما بقاش في كلام بيني وبينه غير قدام أهلي، وبأقل قدر ممكن. لو دخل مكان كنت بطلع، لو حاول يفتح كلام كنت بقفله بسرعة. لكن رغم كل ده الإحساس بالخطر ما اختفاش، بالعكس كان بيزيد. بقيت مش مرتاحة حتى في بيتي، المكان اللي كنت شايفاه الأمان الوحيد بدأ يتحول لحاجة غريبة مش مريحة. وأسوأ حاجة إني كنت لوحدي في المواجهة دي، لا عارفة أتكلم ولا قادرة أتحمل. كل مرة كان ينزل فيها إجازة كنت بحس بقلق قبلها بأيام، كأن في امتحان صعب مستنيني وأنا مش جاهزالي. لكن اللي حصل في ليلة معينة كان نقطة التحول الحقيقية، الليلة اللي خلتني أفهم إن السكوت ممكن يكلفني كتير جدا. يا ترى إيه اللي حصل في الليلة دي؟ وليه كانت أخطر لحظة في حياتي لحد دلوقتي؟ في يوم من الأيام كنت قاعدة في أوضتي بذاكر زي أي يوم عادي. ماما وبابا كانوا مسافرين يحضروا فرح قريب لينا في البلد، وقالوا إنهم هيرجعوا تاني يوم الصبح. كنت متعودة أقعد لوحدي وما كانش عندي مشكلة في الموضوع ده قبل كده، لكن المرة دي الوضع كان مختلف. حسام كان موجود في البيت، كان نازل إجازة من الجيش، ووجوده لوحده كان كفاية يخليني متوترة. حاولت أقنع نفسي إنها ليلة وهتعدي زي أي مرة قبل كده. قلت اقفلي على نفسك وركزي في مذاكرتك وكل حاجة هتبقى تمام. البيت كان هادي بشكل غريب، هدوء تقيل يخلي أي صوت صغير واضح ومقلق. وفجأة النور قطع، اتجمدت في مكاني. استنيت شوية، يمكن الكهرباء ترجع، لكن مفيش حاجة حصلت. مسكت الموبايل وفتحت الكشاف وحاولت أتحرك بهدوء جوه الأوضة، ويمكن كانت دي اللحظة اللي غيرت كل حاجة. وأنا واقفة لقيته قدامي، حسام، واقف في الضلمة قريب جدا مني. ما سمعتش صوته وهو داخل، ما حسيتش بيه أصلا. ظهر فجأة، قلبي بدأ يدق بسرعة مرعبة لدرجة إني حسيت إنه مسموع. حاولت أتمالك نفسي وسألته بصوت ثابت، في حاجة؟ لكن رده ما كانش طبيعي، كان ساكت، وتصرفاته كانت مقلقة بشكل واضح. في اللحظة دي كل الشكوك اللي كنت بحاول أهرب منها بقت حقيقة. الإحساس اللي كنت بقول عليه يمكن وهم طلع مش وهم. الخوف سيطر عليا بالكامل، لكن في نفس الوقت كنت واعية إن أي رد فعل غلط ممكن يزود الوضع سوء. من غير ما أفكر كتير لفيت بسرعة وجريت على أوضتي وقفلت الباب بالمفتاح. وقفت ورا الباب، إيدي بتترعش وبحاول أستوعب اللي حصل. كنت سامعة أي صوت برا، مركزة في كل حركة، وكأن الوقت واقف. الليل كان طويل جدا، ما نمتش لحظة واحدة. الكهرباء كانت لسه قطعة، وأنا لوحدي، حاسة إن الدنيا كلها ضدي.
أفكار كتير كانت بتلف في دماغي. هو كان قاصد ولا أنا فهمت غلط؟ لو حد شاف الموقف من بره هيصدقني؟ لكن جوايا كنت عارفة الإجابة. الصبح لما ماما وبابا رجعوا حسيت براحة مؤقتة، كأن في درع رجع يحمي البيت. خرجت من أوضتي واستقبلتهم بشكل طبيعي جدا. ابتسمت، سألتهم عن الرحلة، وتصرفت وكأن مفيش حاجة حصلت. ما حكيتش ولا كلمة. يمكن كنت خايفة عليهم، أو يمكن كنت لسه مش قادرة أستوعب اللي حصل. لكن الليلة دي ما عدتش مجرد ذكرى، كانت بداية لمرحلة أصعب. بعدها حسام ما وقفش، مش بنفس الجرأة كل مرة، لكن بنفس الإحساس، بنفس النية. وكل مرة كنت بهرب، أقفل الباب، أتجاهل، لكن التجاهل ما كانش بيوقفه. بالعكس، كان بيخليه يحاول تاني. بقيت عايشة في حالة ترقب مستمر، ما بقيتش أعرف أنام كويس، شهيتي قلت، وتركيزي في المذاكرة بدأ يضعف. كنت حاسة إني في معركة بس من غير صوت. وأصعب حاجة إني مش عارفة أعمل إيه. أحكي؟ طب لمين؟ ولو حكيت، إيه اللي ممكن يحصل؟ هل البيت هيتدمر؟ ولا أنا اللي هتحمل نتيجة الكلام؟ كل اختيار كان مخيف، وكل يوم بسكت فيه الحمل كان بيزيد. لكن في نفس الوقت بدأت أفهم إن السكوت نفسه ممكن يكون أخطر من الكلام. يا ترى هفضل ساكتة لحد إمتى؟ وهل في لحظة معينة هتخليني أقرر أتكلم مهما كان التمن؟ بعد اللي حصل في الليلة دي، حياتي مرجعتش زي الأول أبداً. بقيت عايشة بحذر طول الوقت. أي صوت في البيت كان كفيل يخليني أتوتر، وأي حركة من حسام كنت بحسبها ألف حساب. بقيت أتجنب تماماً إننا نكون في نفس المكان لوحدنا بأي طريقة ممكنة. لو دخل المطبخ أطلع، لو قعد في الصالة أدخل أوضتي. حتى خطواتي في البيت بقت محسوبة. كنت فاكرة إني كده بحمي نفسي، لكن الحقيقة إني كنت بحبس نفسي جوه خوفي. أسوأ حاجة في الموضوع كله إن محدش كان حاسس بيا. قدام ماما وبابا كنت طبيعية جدا، أضحك، أتكلم، وأحكي عن دراستي، لكن من جوايا كنت في حالة توتر مستمر. الصراع الداخلي كان مرهق. كل يوم نفس السؤال: أقول ولا أسكت؟ فكرة إني أحكي كانت مرعبة. لو قلت لماما وبابا ممكن صحتهم تتأثر، ولو قلت لإخواتي الكبار الموضوع ممكن يكبر جدا ويتحول لمواجهة عنيفة. وأنا ما كنتش عايزة البيت يتدمر بسببي، لكن في نفس الوقت كنت حاسة إني أنا اللي بتدمر من جوه. الغريب إني حتى كنت خايفة على حسام نفسه. رغم كل اللي بيحصل، فكرة إن حياته ممكن تضيع أو يتأذى كانت بتخليني أتردد أكتر. ويمكن دي كانت غلطة، إني حطيت خوفي عليه قبل نفسي. مع الوقت الوضع بقى أصعب. كل مرة كان ينزل فيها إجازة كنت بحس إن في خطر داخل البيت. ما بقتش مستنية وجوده، بقيت بخاف منه. نظراته، طريقته، حتى محاولاته البسيطة كانت كفيلة تخليني أفقد إحساس الأمان. وبيتي، المكان اللي المفروض أكون فيه مرتاحة، بقى مصدر قلق. كنت بسهر لحد الفجر أتأكد إن الباب مقفول كويس، وأصحى متوترة حتى لو ما حصلش حاجة، وده مش طبيعي. وأنا كنت عارفة. في يوم وأنا قاعدة لوحدي حسيت إني وصلت لمرحلة ما ينفعش أكمل كده، لازم أعمل حاجة. بس إيه؟ فكرت أواجهه لوحدي، أقوله بشكل مباشر إن اللي بيعمله مرفوض وإنه يقف عند حده. لكن خفت إنه ينكر أو يقلب الموضوع ضدي أو حتى يتمادى أكتر. فكرت أحكي لحد من بره العيلة، شخص محايد يسمعني من غير حكم، لكن برضو كنت مترددة. هل ده صح؟ ولا المفروض الموضوع يتحل جوه البيت؟ وبعدين فكرت في إخواتي الكبار، هم أقوى وعندهم خبرة وممكن يعرفوا يتصرفوا، لكن في نفس الوقت رد فعلهم ممكن يكون عنيف جدا، وممكن يخرج الموضوع عن السيطرة. كل حل قدامي كان ليه تمن، وما كانش فيه حل سهل. لكن الحقيقة اللي بدأت أفهمها بوضوح إن السكوت نفسه ليه تمن، ويمكن هو الأغلى. كنت دايماً بقول لنفسي إني بحاول أكون حكيمة، لكن هل الحكمة معناها إني أتحمل كل ده؟ ولا الحكمة الحقيقية إني أحمي نفسي حتى لو ده هيزعل ناس؟ السؤال ده فضل في دماغي فترة طويلة، لحد ما حصل موقف بسيط في شكله، لكن كان كفيل يغير كل حاجة. كان يوم عادي جدا، ماما في المطبخ، بابا قدام التلفزيون، وأنا في أوضتي بذاكر. حسام كان موجود، والإحساس المعتاد رجع: توتر، قلق، وترقب. لكن المرة دي حاول يفتح كلام معايا وأنا لوحدي.
وطريقته كانت واضحة جدا، نفس الإشارات اللي بقيت فاهمها كويس. في اللحظة دي ما حسيتش بس بالخوف، حسيت بالغضب، غضب من نفسي قبل أي حد. إزاي سمحت لنفسي أعيش بالشكل ده كل الوقت؟ إزاي كنت بحمي مشاعر الكل وأنا بتأذى؟ في اللحظة دي قررت أنا لازم أحمي نفسي حتى لو كان القرار صعب. بدأت أفكر بشكل عملي أكتر. أول حاجة عملتها إني حطيت حدود أوضح، ما بقيتش أعتمد على التجاهل بس، بقيت أتعمد ما يكونش فيه أي فرصة تجمعنا لوحدنا. باب أوضتي بقى دايماً مقفول والمفتاح معايا. غيرت مواعيد يومي بحيث أكون دايماً في وجود حد من أهلي، لكن كنت عارفة إن ده مش الحل النهائي. الحل الحقيقي إني ما كنش لوحدي في الموضوع ده. وبعد تفكير طويل قررت أتكلم، لكن مش مع أي حد. اخترت الشخص اللي حسيت إنه ممكن يفهم ويتصرف بعقل، أخويا الكبير. كلمته وطلبت قبله لوحدنا. كنت متوترة جدا، قلبي بيدق بسرعة، لكن كنت عارفة إن دي خطوة لازم تتاخد. في البداية ما قدرتش أحكي كل حاجة مرة واحدة، لكن بدأت أتكلم شوية بشوية، وهو كان بيسمع، ما قطعنيش وما استعجلش يحكم. وده كان أول مرة أحس فيها إني مش لوحدي. يا ترى رد فعله هيكون إيه؟ وهل قراري بالكلام هيحل المشكلة ولا هيبدأ مواجهة أكبر أنا مش مستعدة لها؟ بعد ما حكيت لأخويا الكبير ما حصلش تغيير مفاجئ زي ما كنت متخيلة. الدنيا ما انقلبتش في لحظة، ومفيش مواجهة درامية حصلت فوراً. لكن رغم كده كان في فرق واضح جداً. أول فرق حسيته إني ما بقتش لوحدي، مجرد إن في حد فاهم اللي بمر بيه ومصدقني وواقف في ظهري، ده كان كفيل يخفف جزء كبير من الخوف اللي كنت شايلته. الإحساس ده لوحده كان بداية راحة نفسية أنا مفتقداها من شهور. أخويا ما استعجلش، وده كان أهم قرار. قال لي إن أي خطوة لازم تكون محسوبة، مش بس عشان نحل المشكلة، لكن كمان عشان نحمي البيت من أي صدمة ممكن تكسره. كلامه كان هادي لكن فيه قوة. حسيت لأول مرة إن في حد بيفكر بعقل مش بس برد فعل. وبالفعل بدأ يتابع الموضوع بهدوء، بقى يجي البيت أكتر، يقضي وقت أطول معانا، ويراقب تصرفات حسام بشكل غير مباشر. وجوده لوحده كان عامل فرق. حسام بدأ يهدى شوية، أو على الأقل بقى حذر، لكن ده ما كانش كفاية. في يوم أخويا قرر يتكلم معاه، مش خناقة ولا مواجهة قدام الكل، كانت قاعدة بين أخين. الكلام كان واضح مباشر، لكن من غير تفاصيل محرجة. الرسالة كانت بسيطة: في حدود لازم تتحط، وأي تصرف غلط مش هيتسكت عليه. رد فعل حسام كان متوقع. في الأول حاول ينكر وقلل من الموضوع وقال إنه سوء فهم، لكن كان واضح جدا إنه فهم الرسالة كويس. ومن اليوم ده الحاجات بدأت تتغير، ما بقاش في محاولات ولا نظرات مريبة ولا مواقف تخلي قلبي يقف. مش معنى كده إنه كل حاجة انتهت 100 من أسة، لكن على الأقل في حد وقف الموضوع عند حده. وبعد فترة أخويا قرر ياخد خطوة تانية، فتح الموضوع مع ماما، لكن بحذر شديد. ما دخلش في تفاصيل ممكن تصدمها، لكنه ركز على فكرة مهمة: إن لازم يكون في حدود أوضح في التعامل جوه البيت، وإن كل واحد يحترم مساحة التاني. ماما خدت الكلام بجدية وبدأت تلاحظ أكتر، أما بابا فضل بعيد عن التفاصيل، وده كان قرار صعب لكنه كان الأفضل عشان صحته. أما أنا فبدأت أرجع لنفسي، بقيت أنام أحسن، آكل بشكل طبيعي، وأرجع أركز في دراستي. يمكن الجرح لسه موجود، لكن على الأقل الإحساس بالأمان بدأ يرجع تدريجياً. وأهم حاجة اتعلمتها من كل اللي حصل إن السكوت مش دايماً حماية، أوقات بيكون أذى، وإن طلب المساعدة مش ضعف، ده قوة، وإنك تختاري نفسك وتحميها مش أنانية، ده حقك. التجربة دي كانت صعبة، ويمكن في ناس كتير بتمر بحاجات شبهها أو أصعب، لكن الحاجة اللي أنا متأكدة منها إن أي حد في موقف زي ده يستحق يتسمع ويتصدق ويتحمي. أنا نادين، 22 سنة، عديت بتجربة كنت فاكرة إنها هتكسرني، لكن الحقيقة إنها علمتني أكون أقوى، وعلمتني إن ليا صوت ولازم أستخدمه. ولو كنت مكاني كنت هتختار السكوت ولا كنت هتتكلم حتى لو كان التمن كبير؟
عديت فترة على كل اللي حصل والحياة بدأت تمشي بإيقاع أهدى، لكن مش طبيعي بالكامل. في حاجات اتغيرت وحاجات فضلت جوايا محتاجة وقت عشان تلتئم. البيت بقى أهدى فعلا. وجود أخويا الكبير بشكل مستمر خلى فيه نوع من التوازن. حسام بقى بيتعامل بحذر واضح وكأنه فاهم إن في حدود اتفرضت عليه. مفيش نظرات غريبة، مفيش محاولات تقرب، وكل حاجة بقت رسمية جدا. لكن رغم ده أنا من جوايا ما كنتش نفس الشخص. الخوف اختفى، مش تمام، بس بقى أقل. بقيت أقدر أتنفس أتحرك في البيت من غير ما أحس إني مراقبة طول الوقت، ودي كانت خطوة كبيرة بالنسبة لي. بدأت أركز تاني على دراستي، رجعت أذاكر بتركيز، أحضر محاضراتي وأحاول أستعيد الإحساس الطبيعي اللي فقدته. كنت بحاول أرجع لنفسي القديمة بس بنسخة أقوى، لأن الحقيقة أنا اتغيرت، مش بس بسبب اللي حصل، لكن بسبب القرار اللي أخدته. قرار إني أتكلم، قرار إني مسكتش. في الأول كنت فاكرة إن القوة معناها أتحمل، أعدي وأصبر، لكن اكتشفت إن القوة الحقيقية إنك تعرفي إمتى تقولي كفاية. ويمكن أهم حاجة حصلت إني بدأت أثق في نفسي تاني. بقيت أصدق إحساسي، ما بقاش عندي شك في إن اللي بحسه ليه معنى، وإن تجاهله مش دايماً الحل. الإحساس اللي كنت بحاول أقنع نفسي إنه وهم هو اللي أنقذني في الآخر. أما علاقتي بأهلي بقت أعمق، حتى لو هم معرفوش كل التفاصيل، لكن وجود أخويا جنبي قربني منهم بشكل مختلف. حسيت إن العيلة مش بس مكان بنعيش فيه، لكن درع ممكن نحتمي بيه لو عرفنا نختار الشخص الصح ونطلب المساعدة. ومع الوقت بدأت أفكر في مستقبلي بشكل مختلف، مش بس كدراسة أو شغل، لكن كحياة كاملة. يمكن تجربتي مع الجواز انتهت بسرعة وكانت مؤلمة، لكن ما بقتش شايفة نفسي ناقصة أو مكسورة زي ما كنت حاسة في الأول. بقيت فاهمة إن قيمتي مش مرتبطة بأي حد ولا بأي دور معين. أنا ليا قيمة لوحدي، ودي كانت نقطة تحول كبيرة. حتى فكرة الأمومة اللي كانت أكبر صدمة في حياتي بدأت أتعامل معاها بشكل أهدى. يمكن الطريق اللي كنت متخيلاه اتغير، لكن ده ما يمنعش إن في طرق تانية للسعادة. الحياة مش طريق واحد، ويمكن ده الدرس الأصعب والأجمل في نفس الوقت. أما حسام، العلاقة بينا بقت شبه معدومة. احترام شكلي وحدود واضحة، ويمكن ده أفضل شيء ممكن يحصل في الظروف دي، لأن مش كل العلاقات لازم ترجع زي الأول، وفي علاقات أفضل حاجة ليها إنها تفضل بعيدة. ومع كل ده، في حاجة مهمة جدا فهمتها، إن اللي بيحصل جوانا لو فضلنا ساكتين عليه ممكن يكبر لدرجة يخنقنا، لكن أول ما بنواجهه، لو بخطوة صغيرة، الدنيا بتبدأ تتغير، مش فجأة لكن تدريجياً. والأهم إننا بنبدأ نرجع لنفسنا. أنا النهاردة مش نفس نادين اللي كانت خايفة مترددة ومحتارة بين السكوت والكلام. أنا بقيت نادين اللي جربت، وقعت وخافت، لكن في الآخر اختارت نفسها، واختارت إنها ما تسكتش. يا ترى لو رجع بيك الزمن لنقطة ضعف في حياتك، كنت هتسكت زي ما عملت الأول؟ ولا كنت هتختار نفسك من البداية؟